بالنا احنا لسه في البث التجريبي، بمعنى ان هيحصل فيه مشاكل وده طبيعي. اي حد شغال في المجال عارف ان اي ابلكيشن بيطلع بيبقى فيه مشاكل تقنية وبتتحل. فده طبيعي بيحصل، وهتلاقي مشاكل تقنية بتطلع فيه. بقى ابلكيشن تاني بيحمل نفس الاسم والناس متلخبطة فيه، وده بنحذر منه كويس جدا. يعني ان الابليكيشن اللي موجود التاني ده كان عرض سعر متقدم، وفي احد الناس يعني المدعين الزملكاوية يعني كان منزل عرض سعر متسرب له من محضر اجتماع مجلس إدارة في شركة اسمها مايند. قدمت عرض سعر للزمالك وبيقول ان الشركة دي هتاخد 60% والزمالك هياخد 40% من النسبة. الكلام ده عاري تماما من الصحة، ده عرض سعر اتقدم واترفض. زي اي شركة ممكن تقدم عرض سعر ويطرح على اعضاء مجلس الإدارة ويترفض. فمش دي الشركة اللي الزمالك اتعاقد معاها. الزمالك اتعاقد مع شركة محترمة جدا وعندها فرع في أمريكا، وصاحبها راجل زملكاوي جدا جدا وبيقدم كل اللي يقدر عليه عشان خدمة نادي الزمالك. وفي مفاجأة هيتم الإعلان عنها لما الابليكيشن خلاص يستقر إن شاء الله خلال 4-5 أيام. يعني بإذن الله تكون المدفوعات اشتغلت، ويكون ال ال كمان كل المشاكل التقنية اتحلت، ويتعلن عن المفاجأة اللي تخص السنة الأولى في التعاقد. وبخصوص الدفع على الابليكيشن، هو اوريدي اتفتح دلوقتي لكن عن طريق جوجل باي وبالكريدت كارد بس. دي كفيز 1 او المرحلة الأولى. بعد كده هيتم فتح بقى كل وسائل الدفع الأخرى، لكن دي كخطوة أولى. جوجل باي هو اللي بتقدر تدفع من عن طريقه الاشتراك. أنا عن نفسي اشتركت سنة مبدئيا، وإن شاء الله كل جمهور الزمالك يشترك باللي يقدر عليه.